السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ولا يحلى الكلام الا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل فيديو آه رز بسلة، ومعانا نص كيلو لحمة نص كيلو لحمة نص كيلو لحمة نص كيلو لحمة شلت منه 3 حتت. بعد ما قطعتهم شلت منه 3 حتات زي دول كده كده حلو قوي. ماشي يا حبايبي. هنا خرطت البصلة، بصلايه واحده بس مليانه وحلوه. ماشي. هننزل باللحمه مع البصل لحد ما نشوحها، تسخن بس معايا الاول الحله بشويه زيت، شويه البصل والبصله. هسيبها تسخن، مش هنزل باللحمه وهي لسه بارده، ايديا حبلها هي شويه كده. هروح نازله باللحمه اشوحها كويس. ماشي يا حبايبي. وبعدين ننزل بالطماطم يا حبايبي، كده بتسمعيني طبعا. هنخلط الجزرة دي، نقشرها كده الأول ونحوش الكتة دي نص جزراية حلوة خالص، عشان مش يبقى يعني طعم الجزر غالب عليها. عايزين ناكل بسلة مش ناكل جزر. احنا هنحط بس حاجة ايه يعني تدي شكل وطعم برضه، وتبقى شكلها حلو كده البسلة بالجزر. ماشي. أنا أصلا بحب البسلة بالجزر، بس مش بكتر عشان خاطر الولاد برضه مش بيرغبوا في جو، فباخد حتة صغيرة يعني. تسخن الحلة وبعدين هروح حاطة نازلة باللحمة ونخلط البصل. بسم الله. معلش يا حبايبي، هو التصوير المباشر كده. طبعا البسيل ده اللي حطاه في الثلاجة من تحت، ما كانتش في الفريزر ولا حاجة، لسه هفضيها واغسلها واوضبها. ماشي يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مش تنسوا اللايك يا حبايبي. أنا بصراحة والله أنا مش عارفة يعني، مش عايزة أتكلم عن اللايكات دي، لأن مفيش لايكات أصلا، مفيش مشاهدة برضه، مشاهدة ضعيفة جدا. بس طب أعمل إيه طيب؟ أنا نازلة فيديو امبارح بتاع الرنجة يعني، والله المستعان. مفيش لايك خالص انحط غير اللايك بتاعي أنا، لايك واحد يا جماعة اللي هو لايك أنا. ليه يا حبايبي ليه يا حبايبي؟ هاتولي كده فيديوهات كده مش عليها لايكات، والله العظيم يعني سبحان الله يعني. مش عارفة ليه ما بتحطوش لايك على الفيديو يا حبايبي، ليه؟ طب أنا فيديوهاتي مش عاجباكم، الفيديو بتاعي مش عاجبكم، تصويري مش عاجبكم، قولوا لي برضه يعني حطوا لي في التعليقات وقولوا لي ايه عيوبي في الفيديوهات اللي هو مخليكم ان انتوا انزل باللحمه. طبعا اللحمه مش بتنغسل يا حبايبي، كلنا عارفين. بسم الله. هنقلب اللحمه مع البصله. وقولوا لي يعني ايه قله المشاهده، ايه قله اللايكات. طيب يعني مثلا لو كنت 35 نفر، لو 10 لايكات من 35 نفر رضا، الحمد لله، اللهم لك الحمد. ورضا برضه على الواحد دي، رضا على كل حاجة حلو أو شيء، رضا اللهم لك الحمد والشكر يا رب. أنا راضية. بس أنا عايزة أعرف إيه المشكلة هنا. إيه المشكلة هنا؟ إن الفيديو بتاعي ما بنحطلوش لايك.
المشكلة فيكم ولا فيا أني ولا في أنا مش عارف. أنا مش عارفة يا حبايبي. بالله عليكم قولوا لي لو أنتوا عارفين إيه عدد اللايكات اللي ما بتنحطش ليه؟ قولوا لي يا حبايبي، قولوا لي، يمكن العيب عندي أنا. ليه لأ؟ فمعلش يا حبايبي، كل عام وانتم بخير. إن شاء الله باجي بكرة على رمضان، يعني هتوفى وبتوفى إن شاء الله يوم السبت رمضان. كل عام وانتم بخير. وحطوا اللايكات يا حبايبي، والله العظيم ما هتخسروا حاجة أبدا. اللايكات مش بفلوس يا حبايبي، اللايكات ببلاش خالص ومضافة من إيديكي أنت على التليفون، من طبيعتك الحلو دي اللي ربنا يبارك فيها على التليفون. وحط اللايك لفيديوهاتي وده غيري هينوفي ثواب، هينوفي ثواب وتقول هديكي أجر كبير. لو كان عندك قناة هنحط لك زي ما أنت بتحطي لنا مثلا، أو ربنا هيبعت لك اللي يحط لك اللايك. مش عرفتي يبقى ربنا هيجازيكي خير. مش في حاجة بتروح ببلاش يا حبايبي، مفيش حاجة بتروح ببلاش أبدا. كل حاجة سبحانه وتعالى يعني ربنا بيدي عليها أجر. الكلمة الحلوة بناخد عليها أجر، الابتسامة في وش الآخرين بناخد عليها أجر. شوفي أنت بقى لما تحط اللايك ده وفي ضميرتي إن أنت بتساعدي صاحبة القناة دي وغيرك وغيرك، ربنا سبحانه وتعالى هيجازيكي. ماشي. صراحة مش عارفة أعمل إيه يعني، مش عارفة يعني بقول بتعب على الفاضي. خلاص مش هصور، بس برجع أصور برضه، بقول ربنا سبحانه وتعالى مش هينساني يعني. يلا يا حبايبي، حطيت معلقة واحدة بس صلصة، هي حلوة مع الطماطم دي يا دوب، علشان مش يبقى صلصتها كتير. كده هننزل بقى خلاص بالطماطم. يلا يا حبايبي، ايوه هو دوت المطلوب. ان شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. حته حلوه، اللحمه طلعت. الحله بقت ايه، ظهر فيها كده زي ما بنقول ايه، لحست كده من تجار الحله يعني وفي ارض الحله. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بالطماطم يا حبايبي. انا عامله حساب الطماطم، عامله حساب الصلصه. ان شاء الله باذن الله كده هتبقى حلوه خالص. مش عاملين ناكل الطبيخ نحس ان احنا ناكل صلصه يعني. هنسيبها بقى تستوي مع بعضيها، هنغطيها بالغطا، وبعدين الدرج ده بروح حاطه فيه ميه بطلع مكان الطماطم، والميه دي بروح حاطاها هنا من ضمن الجاهز، مش ينفع اطش نعمه ربنا. خلاص يا حبايبي. يلا يا حبيبي عشان نطبخ الرز مع بعض، هجيب حبه زيت. يلا يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. حوالي 4-5 معالق زيت اهو. يا رب. اغسل المعلقه. شويه شعريه فلفل حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحلها بس تمام كده. نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. نبسلها على النار اهي، على عين الاسطانيه الكبيره دي.
الواحد فرحان يا حبايبي، خلاص حسيت ان احنا في رمضان خلاص. حضرنا السوبر ماركت اللي قدام البيت، ربنا يبارك فيه يا رب صاحب السوبر ماركت. معيش من جو رمضان الاسبوع كده. وحوي يا وحوي، والمدرسه ورا البيت حضرنا هنا برضه فاتحين وحوي يا وحوي. سبحان الله معايشيننا كده في جو رمضان. والله الواحد فرحان والله. يا رب اللهم بلغنا رمضان وكل رمضانات يا رب. احنا وأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رب. اللهم بلغنا كل رمضانات يا رب يا رب. وعود علينا وعلى أولادنا وأولاد أولادنا الأيام بخير يا رب، لا مفقودين ولا فاقدين. اللهم آمين يا رب يا رب. أنا والسامعين والحاضرين وكل حبايبي يا رب يا رب. وبدعي لزوج أختي بالشفاء العاجل غير آجل يا رب العالمين في الأيام المترجة. اللهم تقبل يا رب، اللهم اشفي يا رب، اللهم اشفي زوج أختي يا رب، وتبلغ رمضان وكل رمضانات يا رب، وما تدخلش عليهم لا هم ولا غم، لا هم ولا إحنا ولا متابعيني ولا كل أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رب. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب. اللهم امين يا رب يا رب. اللهم اشف كل مريض يا رب، اللهم اشف كل مريض يا رب يا رب. خلاص يا حبايبي نحط الرز بقى مع بعض. نجمد زي ما اتفقنا يا حبايبي. مش بنسيب الرز لما تاخد كله، لا حطينا شويه نجلبهم على طول. خلاص خلاص يا ام شوش. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش مش راح نرد حاجه. يلا يا حبايبي نشوح كده الرز مع بعض. البنات الصغيرين اللي متجوزين لسه يعني مبكر او جديد، حط شويه رز على الشعريه. انت شاطره وست الشطار كلهم، وروحي مجلبه الرز بالشعريه، علشان لو استمريتي انت تحطي الرز كله من غير ما تجلبي الشعريه هتتحرق منك من تحت، تيجي تلاقيها محروقه خساره. هتضطري تكبي الشعريه بالرز اللي انت حطيتيه، مخاطر يعني بصراحه. عايزين ننتبه للحته دي. حطينا الرز الجالب على طول، وبعدين نسيبه شويه، ما ننزلش بالميه على طول. ده نشوح فيه شويه، يعني تحس ان الرزايه كده ابتدت تصفر معاكي، بتخش في درجه التحمير. يعني التشويح ده مع الرز سبحان الله بدون طعم جميل، تحبي تاكلي منه كده. وانت بالشوكه كده تروحي حاطه الملح، بيزيدوا طعم برضه، بيزيدوا حلاوه. والله يا جماعه كده الرز خفت في ايدي ازاي. خلاص كلها ايه شربت كده من الزيت الحلو اللي حطاه زيت كريستال وخشه في التحمير اهي. وانا حاطه ميه على النار تغلي او تسخن شويه، انا مش حاطه بارده اهي. يلا هنزل بقى بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ما غليتش بس سخنت، احسن ما تنحط بارده خالص.
وفيه رز يا حبايبي بيحب الميه تكون كتيره شويه يعني، وفيه رز ما بيحبش الميه. يعني فيه رز اللي هو الرز اللي هو اللي مش مصري. فيه نوع بيحب الرز برضه بيحب الميه كتير، وفيه نوع ما بيحبش الميه يعني مش تكتر عليه ميه. اما فيه نوع عامل زي البلدي بالظبط اللي هو المصري، ده برضه لازم الميه تكون فوق من الرز كده بحوالي عقلة الصابع او نص العقلة. انا بقلب كده عشان خاطر الملح يدوب كله مع الرز، مش تبقى حته دلع وحته حاجه يا حبايبي. خلاص خلاص، شويه ميه كمان. تمام كده. نهب النار. يلا يا حبايبي ارجع لكم لما بصوا يا حبايبي صلى الله عليه وسلم. هنا اللحمه خشت في السوا. تعالوا هنا كده عشان تشوفوا الحله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. انا شفت اللحمه فعلا استوت، مش خشت في السوا، لا ده استوت. وادي البسله طارت. صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده انزل بالملح. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي معلقه، شويه كمان، ربع معلقه، يبقى معلقه وربع، وندوق. ماشي حبايبي قدام حضراتكم. انا مش هحط ميه تاني، هتكمل سواها على الجعد ده، الجعد واسع اهو. على ما تخلص سوا هتبقى مظبوطه، ما قلتش احط ميه تاني خلاص. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. هرجع لكم كده. خلصنا طبيخ. غرفت حبه رز شويه بسله. لما نقول حبه بسله زي ما قلنا حبه رز، يبقى حبه رز وحبه بسله. ماشي يا حبايبي. تعالوا بقى نشوف الأرز. حلة الأرز شايفين حلو ازاي، ريحته جميلة، يا رب تكونوا شامينها. ماشي يا حبايبي. تعالوا بقى نشوف البسلة. هي لسه على النار اي نعم بس استوت. ماشي حط كده عشان مش ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي يا حبايبي شايفين. يعني هسيبها حبة على النار. هي استوت وقت حلوة بس هسيبها شوية كمان. ويلا ندوق مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف اللحمة استوت كده ولا لأ. أنا عاوز أبعد عن حتة الدهنة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استوت يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. استوت اهي. ربنا يسترها بقى. رسالة لما في رسائل بتيجي على التليفون وانا بصور الصوت بينكتم يا حبايبي. بالله عليكم تسمعوا الفيديو لو لقيتوا الصوت مكتوم زي الفيديو بتاع العيش الفينو. مش عارفة اعمل ايه. اهي يا حبايبي. اهي دي ست اللحم. يا رب. انا ما باكلش لحمه حمراء على فكره يا حبايبي.
بس جبت الحتة الحمرا دي اكل منها حتة. في دكتور بيقول لي كلي، وفي دكتور بيقول لي ما تاكليش لحوم. طب اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله. لا اللحمة حلوة، طعمها حلو ونفسها حلو. يعني النفس ده يعني الذبح، الشخص اللي ذبح نفسه حلو في الذبح، بيخلي اللحمة حلوة طعمها حلو. زي الفراخ، أنا بتعامل مع واحد ببيع فراخ والله يا حبايبي إلي حوالي 8-9 سنين مش غيرته. والسبب إيه؟ إنه نفسه حلو في الذبح. عمري ما جبت منه فراخ ولا جيت، مع إنه بشتريها، مش مربي، بس بشتري بتاجر يعني، بجيب من مزارع بس هو اللي بيذبح. نفسك حلو في الذبح يلا أنا بجيب منك الفراخ، ومش عارفة أغيره وخايفة أغيره بصراحة. هو كويس، بجيب منه الفراخ متنطفة، جوانس رجلين كله 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 وريشه كله، يعني في حاجات بسيطة كده طبعا بعيد عليها، بس حتة اللحمة يا جماعة والله بتبقى طعمة، ودي نفس زينا احنا يا ستات كده. ممكن في واحدة تبقى تذبح ونفسها مش حلو في الذبح، مهما تعمل في الأكل أو في الفراخ دي تلاقي حتة اللحمة مش حلوة، حتة الفرخة مش حلوة، الصدر أو الورك. وفي ست تذبح سبحان الله تلاقي طعم الأكل حلو. ده نفس يا حبايبي، زي ما لينا نفس في الطبيخ لينا نفس في الذبح. والله يا جماعة، فاللحمة دي عرفت انها حلوة عشان نفس الراجل اللي بيذبحها الجزار نفسه حلو. ماشي حبايبي، كل فيديو وانتوا طيبين. انا عايشة معاكم بالبساطة كده يعني، عادي يعني، مش فارقة معاكم خالص يعني، كأني انا في بيت. اي نعم، بس اللي بيشوفني مين؟ اخواتي وبناتي واهلي. فانا مش عامله حزازيه يعني في الفيديوهات، عايشه معاكم بالبساطه يعني، بالبساطه احمدي كده بالعربي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. ان شاء الله الفيديو الجاي باذنك انت يا رب هيكون يوم رمضان او يوم الجمعه، واحنا بنحضر رمضان، بنحضر الاكل. هنشوف ده كله مع بعض ان شاء الله باذن الله، ان كان لنا عمر وربنا احيانا. ربنا يبلغنا رمضان وكل الرمضانات يا رب، وإحنا بصحة وعافية وأقرب وأقرب إلى الله يا حبايبي. قولوا أمين، اللهم أمين. مع ألف سلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.